الجزائر تقصى من كأس إفريقيا رسميا بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري، والفرحة في الكثير من الدول وكأنها ربما حفلات زفاف لا خوات تاعهم. طبعا لو نتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري اليوم، فبيتكوفيتش قد منح تأشيرة التأهل لمنتخب نيجيريا، مات بأفكاره ومتنا كلنا معه بخطة غريبة نوعا ما تعتمد على العديد من الأسماء في وسط الميدان التي لم تتمكن من التفوق في وسط الميدان. غياب تام، هل غاب اسماعيل بن ناصر غاب المنتخب، غياب تام لبديل اسماعيل بن ناصر. المنتخب الوطني الجزائري كان قادر أنه يدخل بخطة 3-5-2 أو خطة أخرى، لا ندخل في تفاصيل، ولكن تفوقت نيجيريا بنقاط قوتها، تفوقت علينا اليوم أداء ونتيجة. حكم المباراة مشكور على كل ما قدمته، مشكور على إخراج اللاعبين من المباراة قبل أن يدخلوا في المباراة، إقصاء الخضر، وبانتظار أن تنتهي هذه كأس اللعينة، كأس إفريقيا التي تعترف بالكولسة فقط ولا تعترف بكرة القدم.